لو الجلد كان بيتكلم كان هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من اللي بنعمله فيه. نعمل فيه ايه بقى؟ بنفتي الفاتي بتاع الناس ولا فاتي بتاع كلنا. ممكن ان احنا نتبرع ان احنا نعالج نفسنا واحنا نبوظ الدنيا، او حد بقى يقول وصفه لاي حد يعمل مشكله، او حد مش دكتور اصلا يوهم الناس ان هو بيعالجهم يعني. الرجاله والستات بيهتموا اكتر؟ الستات من اول يوم تهتم في جلدها، والرجاله لما تكبر شويه. ما يكبر عايز اتجوز تاني. ماليش دعوه. مالناش دعوه بالحاجات دي. طيب منتج واحد لو تقدر تمنعه من السوق. الميك اب. ليه؟ ما بحبوش، بكرهه. ده شخصيا ولا ايه ركود جديه كتر بيكرهه يعني. بيسبب ايه مثلا يعني كل حاجه وحشه في الجلد. مم. الميك اب بتستخدم ميك اب عشان هي تبين ان هي شكلها احلى سنه ومش عارف ايه. طب ما تستخدمي ادويه تديكي نضاره وتفتيح لو عندك مشكله. الميك اب يعمل لها مشكله، يحصل تسبغات ويحصل مشاكل اكتر، فترجع تستخدم ميك اب اكتر. الليفه المغربيه بقى كل يوم حلو، صح ولا غلط؟ الليفه غلط. اي ليفه اصلا؟ دي ليفه غلط. ما نستحمى بايه طيب؟ ميه الفتره الحنينه والصابون المناسبه لجلدنا وخلاص على كده. كده بس كده. طيب اغرب وصفه طبيه سمعتها؟ نوى البلع. الايه؟ نوى البلع. ده بيعمل ايه المؤاخذه؟ ايه؟ لا دي وصفه كده ان كذا حد قال لي عليها. او يعني بيستخدموا اي حاجه، ده دي الشعر للبشره اي وخلاص. بيعصروه يعني؟ ميطحنوا تقريبا. بيطحنوه اه تمام. بس